نظم شبيبة إقليم الفرات ومنبج أمس الأربعاء مسيرة مشتركة تحت شعار الحرية للقائد أبو، الحل للقضية الكردية، المرأة الحياة الحرة، انصروا الحرية، للمطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. وانطلقت المسيرة من المدخل الجنوبي لمدينة كوباني صوب قرية علبلور، حيث يوجد المنزل الذي أقام فيه القائد عبد الله أوجلان. وألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات آفاشين مستو كلمة طالبت فيها الشبيبة وكافة شعوب المنطقة وعموم كردستان بتصعيد النضال بكل أشكاله حتى نيل حرية القائد. وأكدت مشاركات في المسيرة على استمرارهن في كافة الفعاليات حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد. قمنا بهذه المسيرة التي نهدف من خلالها إلى حرية قائدنا، هذا القائد الذي مرت عليه كل هذه السنوات وهو في عزلة مشددة في إمرالي، هذا القائد الذي يرى العالم كله آماله من خلال شخصيته العظيمة. منذ 24 عاما والقائد معتقل في إمرالي، ومنذ قرابة 3 سنوات لا نعلم عنه شيئا. ونحن كشبيبة كوباني سنستمر في نشاطاتنا ودوراتنا التدريبية وأي عمل آخر يطلب منا لأجل حرية القائد أبو، فنحن سنكون مستعدون له دائما. وكنساء شابات نناشد جميع نسائنا وشبابنا أن يبقوا على نهج وفكر القائد، مستمرين ومقتدين به.